ازيكم؟ يوم 27/9 صحيت من النوم لقيت مصر عامله احتفاليه وعاملين عروض وحاجات على المتاحف وعلى كل مكان اثري، وده بمناسبه مرور 200 سنه على اكتشاف حجر رشيد. فقلت حلو، بس انا ما اعرفش حاجه عن حجر رشيد، فقلت اما اخش ادور كده عن حجر رشيد. كانت المفاجاه ان حجر رشيد اكتشفوه قلعه قايتباي في رشيد، واللي انا اعرفه ان مفيش غير قلعه واحده اسمها قايتباي اللي هي بتاعت اسكندريه، والقلعه الثانيه بتاعت صلاح الدين الايوبي اللي هي موجوده في مصر اللي كان فيها مذبحه محمد علي. وهنا قررت ان انا اخش اسال اخواتي وحبايبي اللي باخد منهم معلوماتي على الانستا، ولو انت مش متابعني على الانستا هتلاقي اللينك تحت، خش وتابعني. كانت هنا الصدمه الثانيه. لا، قلعة اللي هي قلعة في مصر. قلعة اللي هي قلعة. بص، هي موجودة في مصر ماشي، بس مش اللي في دماغك دي خالص. حمام، في كام قلعه في مصر؟ 3. 2. اللهم صل على النبي. ده 1 2. وزي ما انتم ما شفتوا اجاباتهم ما شاء الله لا تعبر عن السؤال خالص، فلذلك قررت ان انا اخش ادور بنفسي، ولقيت مصر فيها 37 حصن وقلعه، يعني اكتر من محافظات مصر، ولقيتها فرصه حلوه ان احنا نطلع ونعمل فيديوهات كتير. فعشان كده قررت ان اول فيديو في 37 قلعه والحصن هيكون في قلعه رشيد اللي اكتشفوا فيها حجر رشيد. دلوقتي بقى يا جماعه احنا هنركب المعديه ونعدي نروح رشيد. دلوقتي احنا بقينا في رشيد اهيت. دلوقتي بقى نطلع نساله نشوف القلعه بقولها منين، وهنبقى مع بعض ان شاء الله على القلعه. بعد 3 ساعات دخلنا القلعه. التذكره للطالب 5 جنيه والمواطن العادي 10، يعني يا بلاش. وكمان عشان الطريق لو محدش عارف يجي هسيب لكم اللوكيشن بتاع القلعه تحت، تضغط عليه توصل لك على طول. ده النص اللي مكتوب في حجر رشيد، موجود هنا اول ما تخش على ايدك الشمال اهوت هتلاقيه موجود. دي بقى يا جماعه فتحات الابار اللي هي كانت بتدخل ميه لجوه القلعه. ده البرج الجنوبي بقى، واكتشفوا ساعة ترميم المكان اكتشفوا حجر رشيد نصه في الحيطة ونصه في الأرض. يعني كان هنا البرج الجنوبي ده المكان اللي اكتشفوا فيه حجر رشيد، تقريبا في دخلة المدخل في الجنب ده. نصه في الأرض، وهو كان لوح من البازلت الأسود الصلب منقوش عليه 3 لوحات، اللي هي غربية وبين وقتية وعنانية قديمة. تمام. البرج الجنوبي الغربي والشمالي غربي الاثنين هدفهم واحد، الضرب بالبنادق. في فتحات طوليه بنحط المدافع، هم 6 فتحات، وفيهم منور من فوق فتحات، لان اللي فوق بيديله الاشاره ان في ايه. لو انت ضرب دي الفتحات بتاعت المدافع. المنور اللي فوق ممكن تجيب المنور ده علشان بيبقى فيه مثلا خدمه فوق، فالعساكر بتكتشف العدو جاي من بعيد، تدي الاشاره للي تحت يعمل استعداد ويعمر المدافع بتاعته ويقف. ال6 فتحات دول بيبقى فيه 6 عساكر وراهم، وكل عسكري وراه 5. تمام. اللي فوق اللي قدام ده اسمه النشنجي. التاني لان البندقيه من طاقه واحده خشبيه، بيديله ايه، بيعمره ويديله علشان ما يضيعش وقت، يبقى ايه دي حرب. فبيديله النشنجي ال6 اللي قدام، وكل 6 وراهم ايه، وراهم 5، يعني 6 و6 و6، يعني 36 عسكري بيعمروا ويدوا اللي قدام. 36 عسكري. هندسيه الناس كانوا بيستعملوها زمان كايه، بتعمل سوسته ومباني، مع المباني لو حصل هدم او تصديع في المباني فبتعمل زي سوسته كده، بتعمل ليونه في المبنى. تمام.
الحماية اللي كانوا بيستخدموها في المدافع. للراحة، حمام راحة كده يعني، بيسخنوا بالفحم أو بالحطب. مية هنا نزلوها هنا وبتنزل بواسطة مواسير نحاس كده، بتنزل في حوض، يقعد واحد في الحوض يبقى يعمل عملية الاستحمام بالمية. هنا مخزن سلاح ده برضو كان مخزن؟ أيوه كان مخزن. لو جيتوا هتلاقوا المكان اللي هو الشبابيك والمدافع والكلام ده تلاقيها قريبة قوي. فانا سألت قالك ان دي كانت اصلا اعلى مكان في المنطقة هنا في رشيد كلها، القلعة دي. بس طبعا مع مرور الوقت والزمن الارض رفعت بقت على المستوى ده. ده التصميم البرج الجنوبي الغربي، نفس تصميم البرج الجنوبي الشرقي، تصميمهم واحد. الفتحات الطولية اللي هي الضرب بالبنادق، لاستعمال الضرب بالبنادق. وده كان زي ما احنا قلنا 6 أفراد يقفوا كالنشنجي، بيسمى النشنجي علشان هو اللي بيضرب، واللي وراه بيعمر له البنادق ويديها له ساعة اتخاذه قرار الحرب، اضرب فبيضرب. في الجنب الشرقي بقى برجين تانيين بتصميم تاني للضرب بالمدافع. اليد الشرقي بالضرب بالمدافع، اليد الغربي الضرب بالبنادق. القلعة عبارة عن حصن للحماية اسمها قلعة قايتباي برشيد، وهي تطل على البحر الأبيض المتوسط وهي على ضفاف النيل. قلعة عبارة عن سور من تحت وممرات من فوق، وبها 4 أبراج رئيسية: البرج الجنوبي الغربي وشمالي شرقي شمالي غربي وجنوبي غربي، 32 مزغة و4 أبراج. يتوسطهم المسجد واللي هو مسجد حسن كورد بابا وبناها أحد المماليك، وخلف المسجد ده القاعة اللي هي البرج الرئيسي اللي كان قام فيه الجنود والعساكر. الفرنسويين عملوا حمام إضافة الفرنسيون في داخل القاعة دي، وهي عبارة عن مبيت للعساكر وفي نفس الوقت قاعة اجتماعات. المسجد ده كان مقام على 4 عمدان حجرية، وعبارة عن قبة كده. وبعد كده اتطور والأهالي كبروه وبقى مصلى لأهل البلد. اكتشفوا حجر رشيد في البرج الجنوبي الغربي، وهو حجر من البازلت الأسود الصلب منقوش عليه 3 لغات: الهيروغليفية والديمقراطية واليونانية القديمة. طبعا الحجر عملوا أثناء ترميم تم تفعيل الحجر، واكتشفوا وعثروا عليه القائد بشار، واللي فك رموزه العالم شامبليون فيفك رموز الحجر، وهي لغة الخراطيش اللي هي لغة الفراعنة. في 3 أنواع من القنابل جوه الحجرية اللي هي من مادة المنجنيط اللي هو الجرانيت، وحديد زهر وجيرية. الجرانيت ده اللي هو حجر قطعه في المدفع، هو من مادة الحديد اللي استعمالهم واحد، بيحطهم في الزيت وبيحطهم في جسم المدفع، بتطلع بقوة جامدة تعمل احتكاك بجسم المدفع وهي طالعة، بتدي شرار مع الزيت بتولع، وفي نفس الوقت هي تقيلة بتكسر المركب، وفي نفس الوقت بتولعه كده تبقى غرقت المركب وإصابة الهدف. والجرية الصغيرة بيستعملها كطوبة كده بالإيد، بيحدفها تصيب العسكر اللي موجودين بيهاجمونا. الهدف من بناء القلعة هو يبقى حصن للحماية ومكان للحرب. بعد كده الإنجليز أهل رشيد اتدخلوا فيهم، وكانت معركة جميلة اسمها معركة رشيد الشهيرة، اللي هو حصلت خدعة من أهل رشيد لأنهم علم عزل من السلاح، وتبولوا في الأزايز ومثلا وعملوا، واللي معاه نبوت واللي معاه بلاطة، وقعدوا استعدوا ودخلوا في بيوتهم واستخبوا. فلما جم الانجليز يحاربوا اهل رشيد قالوا قعدوا يسكروا ويضحكوا على اهل رشيد ان هم هربوا وسابوهم، وكان ساعتها هم عاملين خدعه
واطلقوا الاذان حوالي الساعه 11 الظهر من على قمه مأذنة زغلول، وكان ساعتها هي دي نقطة البداية. وطلعوا عليهم أهل رشيد، كبوا عليهم الزيوت وحدفوهم بالأزايز وضربوهم بالبنادق، والنسوان كان لها دور كبير في نفس الحكاية، يحدفوا عليهم الزيوت من فوق السطاح. زي ما انتم شايفين يا جماعه، مكان تحفه، حرفيا مكان تحفه ومظلوم ومحدش يعرف. انا واحد من الناس ما كنتش اعرف ان في حاجه اسمها قلعه قايتباي في رشيد. القلعه تحفه، ويا رب نكون قدرنا نوصل لكم المكان بطريقه كويسه. والمكان زي ما قلت لكم هتلاقي اللوكيشن تحت، وتعالوا. والناس هنا احلى حاجه ان هم بيستقبلوا استقبال جميل جدا. ممكن تقريبا ده المكان الاثري اللي ما لقيتش فيه تعب. انا قلت لهم انا عايز اصور، رحبوا قوي على طول وتفضل واحنا معاك. وجابوا لي استاذ ابراهيم وقال لك لو اي حاجه تانية احنا موجودين، وناس محترمه فوق الوصف بصراحة. فتعالوا والله ما هتندموا، مكان جامد جامد جامد، وتستاهلوا اللي الكل يجي فيه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.